تعالوا نزينه مع بعض التورتايه الصغنونه الجميله دي الميني. دي التورتايه الكيك عباره عن الكيك 12 سنتي، بس ديت بعد التزيين بتبقى 13، حطها على قاعده 15. اوكي، انا قسمتها بالمنشار على رقم 8. اوكي، دايما الكيك الصغير ما اعملهوش على 9 علشان ممكن يعمل لي طبقات كتير ويميل واضطر احط في النص شاليمو او ستيكس وحاجات من ديت. لا، انا بخلي ديت عريضه شويه علشان تستحمل بقيه التورته. طيب اسقيها بقى بميه سكر مش كتير، هي طازه انا عاملاها النهارده ومش هحط ميه كتير، ميه سكر بس. ماشي. الكريم شانتيه انا عاملاه، هتلاقوه فوق وهتلاقوه في صندوق الوصف. طريقه عمل كريم شانتيه مظبوط. مش لازم طبعا تحطي بلبله، بس انا كنت بشتغل والكريم شانتيه في البلبله في الكيس، فهحط بيها، بس يعني مش لازم، بتبقى ساده. نحط ايه كمان؟ دي نوتيلا، نوتيلا بيضه، بحشي بيها، مسيحاها بمعلقه زيت. زيت طعمه حلو ونوعه حلو، عشان الحلويات حساسه جدا، ممكن اي طعم غريب يبان فيه. التورتايه دي طلبت مني كتير جدا يعني، وسبحان الله اتحطيت في الحته بتاعت الميني تورته، ليه وازاي معرفش. اللي عايزه بال طويل، وقلت لكم فيديوهات قبل كده، يعني ممكن اعمل 2 تورتايه 30 وصغيره، دي مش اسهل حاجه، بس نخلي بالنا طويل. عامه التورتات بتحتاج بال طويل. الرشاش ده بيضايقني لما بنزله تحت ما بينزلش معايا، فانا لازم من وقت للتاني اعمل كده. هي يعني رشه او 2 مش اكتر، لان الكيك طري وطازه. اكرر نفس اللي عملته ونرجع. انا كده عملت ال3 طبقات. الطبقه اللي على الوش دي برضو رشيتها، وعلشان اديها حقها في الحشوه احط برضو نوتيلا بيضه، عشان ما تبقاش الطبقه اللي فوق يعني ما فيهاش، لا نحط لها برضو الحشوات. ساعات انا بحددها، وساعات العميل او العميله يقول لك لا احنا عايزين حشوه كذا، لو متوفره اوكي، مش متوفره خلاص. وفي اوقات كتير جدا يقولوا لي لا احنا سايبينها على ذوقك، ودي حاجه بتريحني يعني. شلنا البلبله من الكيس، وهنبتدي بقى نزين التورته من بره. كملنا بقى التورتيه كلها بالشكل ده، زي ما بقول لكم دايما، وحفظتوا فيديوهاتي انا بستخدم الستانلس في الاول، اشيل بيه الزيادات وبعد كده اجلس. لما يبقى الكريم شانتيه مظبوط معاكي مش هيضايقك ابدا. اهي بالشكل ده جلست السطح، لسه هيتحط عليه هيتكتب عليه، ولسه فيها شغل بسيط. عجينة سكر حطها في التلاجة ونشوف شغل عجينة السكر. اوكي، احنا جبنا عجينة سكر حمراء عشان هنعمل قلوب. لازم تخليها فيها المطة دي، متخليش فيها ان هي تقطع، عشان تبقى مظبوطة معاكي. هي لسه هي بتلزق في ايدي، تعملي كده فيها كده لغاية اما يبقى ما تقطعش، ما تبقاش مفرولة يعني. طب انا هعمل ايه في ديت؟ ده CMC بنحطه للمجسمات، وخصوصا في الحر اللي احنا فيه، غير الحر يعني كمان في ساعة
اما في مجسم هيتحط على التورته ضروري احط CMC. شغل عجينه السكر مش احسن حاجه في الصيف. هو الصيف ما فيهوش حاجه عدله يعني في الشغل الحلويات عامه، في التورت وكده والكريم شانتيه. انا كنت الاسبوع اللي فات بعمل تورتايه عليها مجسم الكعبه. الحقيقه اتعذبت عذاب بالابن، لان الاسود وحش كان. نفس الماركه بتاعت العجينه السكر دي، بس سيء سيء سايح يعني، دوقتني المر. قلت بعد ما خلصتها قلت ايه المشكله، ان كنت عملت الكعبه توبر وخلصنا، بس هو العميل كان عايزها عجينه سكر. حلو الكلام، كلام جميل. طيب انا هبل صبعي بسيط جدا، ميه بسيط جدا جدا، واحطه على القلب بالشكل ده. اوكي، هو الديزاين كده بحط عليه السبرينكل الصغنن ده. يعني هي العميلة اختارت الموديل دوت او الديزاين ده، انا عاملاه كتير جدا. الحاجات دي منتشرة قوي. التورتة الفردين ديت بتكفي، تورتة 13 بتكفي من فردين ل4 أو 3 حسب التقطيع، فمنتشرة جدا الفترة دي. بتبقى صغيرة كده ولئيمة وفيها شغل كتير، وما تقدريش تعلي في سعرها. يعني بصراحة يعني بيبقوا عايزين التورتات ديت سعرها رخيص وبتقضي الغرض بالشكل ده. بصوا القمر بقى، هسيبها تنشف واكمل بقية القلوب اللي هحطها على التورته. بصوا بقى، عايزة اقول لكم حاجة، اما تحطوا CMC على عجينة السكر خلاص الحتة دي هتترمى، لانها بتنشف حجرة ومش هتشتغل تاني. فبشتغل بقى لما احط CMC في قطعة صغيرة جدا علشان الباقي ده ما يترميش. دي مجموعة قطعات تبقى قلوب كبيرة وصغيرة خاصة بعجينة السكر. انا فردت، مش حاطة هنا بقى CMC، مش لازم. اقطع كده يطلع القلب الصغنن ده، مش هيبان في الكاميرا. تمام، احنا عملنا عجينة السكر، عملنا القلوب، وانا بره التصوير دهنت ورا كل قلب صغير النوتيلا. ولازم الكيك يبقى طالع من التلاجة، الكريم شانتيه بيتلج، والنوتيلا او الشوكولاتة في ظهر القلوب تبقى نشفت عشان ما تزحلقش منك. في بيعملوها بالكريم شانتيه القلب كده على طول، وفي بيجيبوا شوكولاتة بيضة ويلونوها أحمر. أنا يعني متعودة في شغلي أعملها كده يعني.
عايزة أقرب الكاميرا شوية. هو أنا لازم أجيب الملقاط دوت عشان الحاجات الرفيعة دي. هعمل واحدة أو اتنين معاكم كده وهكمله برا التصوير بالشكل ده. خلصت معاكم التورتية القمر الجميلة القروبة. ليه قروبة؟ صغيرة كده ومليانة شغل، فعلا مليانة شغل يعني. بصوا جمالها، طلعت حلوة جدا. هي كمان في الطبيعة أحلى من التصوير، أنا شايفة كده. بصوا جميلة ازاي. طبعا حطيت برضو سبرينكلز، هو الديزاين كده مكتوب عليها مكتوب عليها ببيرث داي واسم العميلة. مش عارفة ايه، استنوا بس هقول لكم دلوقتي. كاتبة عليها بمربى الحليب، وحط عليها لون اسود، ودي احسن حاجة. انا جربت حاجات كتير جدا جدا، بس مربى الحليب ما بتعملش خيال. انا كنت بكتب بالكريم شانتيه ابيض واحط عليه لون اسود وابيتها في التلاجة. طبعا احنا لازم نبيت التورتايه في التلاجة قبل التسليم بيوم. كان بيعمل خيال كده، واللون الاحمر نفس الحكاية ويتفاعل مع الكريم الابيض. لا، مربى الحليب احسن حاجة على الاطلاق في الكتابة على التورتة. اتمنى ان انا تكونوا استفدتوا مني ولو معلومة واحدة صغيرة. ولو حد يعني مثلا اتطلب منه اوردر ينفذ الديزاين ده بكل سهولة. كنت معاكم أماني من مطبخ مصرية. عملنا التورتة مقاس 13، تورتة أروبة ومليانة شوكولاتة. بحبكم كلكم، وباي باي.